النهارده بقى قُلت أعمل معاكم قشطة حلاوة المولد، لإني بجد، بجد لمّا شُفت سعرها ورُحت أشتريها لقيت أسعار مهولة وأسعارها غالية جدًا. أنتِ هتقدري تعمليها في البيت بأقل التكاليف، وصدقوني وبدون مبالغة أول ما هتجربيها مش هتبطّلي تعمليها. الطريقة دي بتاعتي بقى لها 3 سنين الصراحة أنا معتمداها، ولو رجعتوا للقناة هتلاقوني عاملاها من 3 سنين، ولا غيّرت في المكونات بتاعتها ولا غيّرت في الإيه، في الطريقة. شايفين طالع مطاطي خالص، يعني القطعة مطاطية خالص، وكمان خفيفة جدًا أخف من السحاب، فحرام تشتريها غالية جدًا في الأيام دي، وأنتِ تقدري تعمليها في البيت بأقل التكاليف، ولو أول مرة تدخلي المطبخ هتطلع معاكِ ناجحة إن شاء الله. عشان نعمل القشطة القمر دي أول حاجة هنجهزها الصينية. جبت صينية مقاس 26 وفرشت فيها ورقة زبدة، ودهنت ورقة الزبدة بشوية زيت صغننين. بعد ما دهنت ورقة الزبدة شوية زيت صغننين هنحط شوية جوز الهند المبشور وعليهم شوية زبيب. كده أنا جهزت الصينية بتاعتي. الصينية دي بقى حسب الكمية اللي انت عايزاها، دي صينية مقاس 26، انت هاتي الصينية مقاس الكمية اللي انت عايزاها. تعالوا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا. ربع كوباية من المية، والمية دي موجودة في كل بيت، وبنفس الكوباية كوباية من السكر، وطبعا السكر برضو موجود في كل بيت، صح كده؟ هنحط بقى الحلة بتاعتنا على البوتاجاز ونشغل البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة خالص، ونجيب المضرب بتاعنا ونبتدي بقى نقلب السكر مع المية لغاية ما السكر يدوب خالص. تمام كده؟ يعني المية موجودة في كل بيت والسكر موجود في كل بيت، يعني مكونات بسيطة خالص، ما فيهاش تعب خالص وما فيهاش تكلفة. السكر داب معانا، هنجيب ايه بقى كمان؟ كوباية الا ربع من العسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز حلو جدا، وكمان البرطمان بتاعه مش غالي خالص. وبتجيبيه منين؟ بتجيبيه من عند العطار. انا بحتاجه في حاجات كتيرة في الحلويات، فهو مش هيبوظ عندك ولا اي حاجة، وكمان مش غالي. يبقى نفس الكوباية خدت كوباية الا ربع من العسل. العسل الايه؟ العسل الجلوكوز. ونستمر بقى في التقليب لمدة قد ايه؟ لمدة 5 دقايق بالظبط على درجة حرارة متوسطة. تظبطي الساعة بتاعتك على 5 دقايق على درجة حرارة متوسطة. تمام كده؟ لو الحروف بقى لقيتي فيها حبيبات من السكر، هتجيبي الفرشة وتبليها شوية مية وتمسحي الحروف. كده بمسح الحروف بالفرشة اللي هي فيها شوية مية كده المبللة، يعني بمسح الحروف. هتستمر في التقليب يا ست الكل زي ما قلتلك لمدة 5 دقايق. طبعا بقى قبل ما تيجي تطفي عليها على طول هتحطي ربع معلقه صغيره من الايه، من الفانيليا. انا كده حطيت ربع معلقه صغيره من الفانيليا السايله. انت ممكن تحطي الحبيبات، تحطي الفانيليا السايله حسب ما انت عايزه. ممكن تحطي ماء زهر برضو عادي، مفيش اي مشكله. الرغوه ابتدت تروح اهي، وكمان خلاص بقى جاهز معانا. هنطفي البوتاجاز بعد 5 دقايق، وتعالوا نشوف الخطوه التانيه. الخطوه التانيه هنجيب معلقتين كبار من الجيلاتين النباتي. انا هنا استخدمت الجيلاتين النباتي مش الحيواني، وعليه ربع كوبايه من الميه، ونقلبهم كويس. بعد ما بتقلبي الجيلاتين كويس جدا مع ربع كوبايه من الميه، هتحطيه في الطبق دوت. يعني ما بياخدش وقت خالص. والجيلاتين هتجيبي شوية من عند العطار ب5 جنيه، هيجوا كده 5 معالق أو 4 معالق كبار ب5 جنيه، يعني من عند العطار. تمام كده؟ أنا جبت الجيلاتين النباتي. يبقى قلبنا معلقتين كبار من الجيلاتين النباتي مع ربع كوباية مية، وبعد ما قلبتهم نزلت بيهم في الايه، في البولة ديت. وبعد كده هنجيب الخليط بتاعنا اللي عملناه على البوتاجاز وهو سخن، ما تصبريش عليه يبرد، لازم يكون هو سخن مش لازم يكون بارد. تمام كده؟ بعد كده بتجيب المضرب اليدوي يا ست الكل، وتستمر بقى في الايه، في الضرب الخليط بتاعنا. قد ايه بالظبط؟ قد ربع ساعة. يعني الصراحة هو خد ربع ساعة بالظبط وانا بضرب فيه. انا طبعا مش هفصل الكاميرا خالص معاكم لغاية ما تشوفوا المراحل بتاعته. اول 5 دقايق اللون بيفتح اهو، والقوام لسه ما تقلش، بس ايه، ابتدى اللون يفتح زي ما انتوا شايفين. طب انا عاوزه القوام ازاي؟ يعني شكله، عاوزه القوام بتاعه زي قوام الكريم شانتيه، يعني مش هيختلف خالص عن الكريم شانتيه. لازم القوام بتاعه زي الكريم شانتيه. لما ارفع المضرب كده ينزل منه خيط ويعمل على شكل هرم. تمام كده؟ شايفين ابتدى برضو اللون يفتح، وابتدى كمان القوام يتقل معانا. ما فيهوش تعب خالص صدقوني. وبلاش تشتروا الحاجة من بره، الحاجة بقت غالية جدا. يعني الحاجة بقت غالية جدا، ومش عارفة ليه غالية بالطريقة دي. واحنا لو عملناها في البيت مش هتبقى ربع التكلفة اللي بيبيعوا بيها المحلات. شايفين القوام ابتدى يتقل اهو، واللون ابتدى يفتح اكتر. بس مش هو ده برضو القوام اللي انا عايزاه. القوام اللي انا عايزاه اتقل من كده كمان. ده بعد 10 دقايق ضرب، هو ده المرحلة اللي انا وصلت ليها.
بعد بقى 15 دقيقة أنا هوريك القوام. بعد 15 دقيقة هو ده القوام. أول ما رفعت المضرب كده بينزل منها خيط وبيعمل على شكل هرم كده، بيبقى ده القوام المظبوط. هتروحي بسرعة بقى حاطاه في الصينية اللي انت بطنتيها بجوز الهند والزبيب. لازم في المرحلة دي تحطيه بسرعة في الصينية. بعد كده بترشي عليه شوية زبيب وشوية جوز الهند، وتدوسي عليهم بكفة ايدك عشان الزبيب يلزق في القشطة بتاعتنا. لازم بعد ما القوام يتقل معاكي بسرعة بسرعة تروحي حطاه في الصينية عشان تقدري تفرديه وما ينشفش منك. انا هنا حطيت جوز الهند والزبيب، هبتدي بقى ان انا ادوس عليه بكفة ايدي جامد عشان الزبيب يلزق فيه. شايفين؟ لازم تدوسي عليه جامد، او تجيبي معلقة وتدوسي عليه الزبيب جامد عشان يبقى داخل جوه القشطة. هنا كده القشطة بقت جاهزة معانا. طب بقى عشان تبقى ماسكة نفسها هتقعد قد ايه؟ هتسيبيها على الرخامة لمدة 12 ساعة. انا هسيبها على الرخامة لمدة 12 ساعة عشان اخد قشطة مطاطية وقوامها حلو جدا. بعد 12 ساعة هبتدي ان انا اطلع القشطة بتاعتي من الصينية، وابتدي بقى اجيب السكينة بتاعتي، بس لازم تدهني السكينة بتاعتك شوية زيت صغيرين، وتبتدي بقى تقطعيها. شايفين السكينة بتمشي فيها زي الحلاوة؟ شايفين؟ بتتقطع معاكي بكل سهولة وما فيهاش تعب خالص. وشايفين السكينة بتطلع معاكي نضيفة ما فيهاش اي حاجة. الصراحة الطريقة سهلة خالص، وبلاش تشتروا الحاجة من بره. الحاجة بقت غالية نار، الحاجة هتطلع معاكي ناجحة ان شاء الله من اول مرة. بس امشي على الخطوات اللي انا قلتها وهتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. شايفين جوز الهند والزبيب لازق فيها ازاي؟ وكمان القوام بتاعها عالية ومطاطية وخفيفة، أخف من السحاب. أنا عملت لكم قبل الفيديو ده الملبن وطلع معاكم ناجح، وإن شاء الله أول ما هتجربوا القشطة ديت هتطلع معاكم ناجحة، وتكتبوا لي في التعليقات. يلا بقى، لو عجبتكم القشطة بتاعتي ما تنسونيش في اللايك والشير مع أصحابكم، وتتابعوني كمان على الفيسبوك بصفحة مطبخ بألف هنا مع ليلى. بجد بجد أنا عملت لكم الحاجة زي ما طلعت معايا بالظبط. كل حاجة قلت لكم عليها ما فيهاش اختلاف خالص. هتبتدي بقى بعد ما قطعتيها تغلفيها كويس بجوز الهند، عشان الحروف بتبقى فيها حتة تلزيق كده، فتغلفيها كويس بجوز الهند. وبعد ما بتغلفيها كويس بجوز الهند تقدميها وبألف هنا. كلهم هيشكروكي عليها وهيقولوا لك الطريقة دي عملتيها ازاي. وشايفين من كوباية سكر وربع كوباية مية وكوباية إلا ربع من العسل الجلوكوز عملت كمية حلوة جدا. مفيش تعب خالص، مفيش مجهود، مفيش تكلفة. المية موجودة عندك في البيت والسكر موجود عندك في البيت، وبرطمان العسل الجلوكوز مش غالي خالص. شايفين العلو بتاعها عالية ومطاطية، وشايفين لما بدوس عليها مطاطية جدا. يلا بقى، طولت عليكم الفيديو معلش، بس انا حبيت اوريكم كل الخطوات بتاعت القشطة. وجربوها وبألف هنا مقدما، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وبألف هنا.